أخطر السفاحين في العالم العربي. ممكن تستغرب من طريقة قتلهم وكمية عطشهم للدم، ودول سجلهم التاريخ من كتر ما قاموا بجرائم بشعة، مش في حق الإنسانية بس ولكن في حق نفسهم كمان. ومش من الفخر إن التاريخ يسجل أسمائهم في لوحة السفاحين، عشان سفك الدماء أمر مش سهل أبدا، لأن ربنا سبحانه وتعالى حرم قتل النفس. ولكن السفاحين اللي احنا هنذكرهم في الحلقة ديت اتخلوا عن المبادئ، فبقى القتل عندهم أمر سهل جدا. وهنشوف انهم كانوا بيتعاملوا مع قتل البشر كأنهم طيور بتتذبح من غير شفقة ولا رحمة. فتعالوا نشوف السبع سفاحين اللي معانا عملوا ايه ونقول على الله حكايتنا. اول سفاح معانا احمد سروداجي، وتاني سفاحة ماهين قدري، والتالت علي كايا، والرابع السفاح عوضة، والخامس محمد ادم عمر، والسادس محمد دي جي، والسابع بلال موسى ومراته. وفي حاجة تاني، لو محدش عمل اللايك هبقى تامن سفاح، انا ماليش دعوة. السلام عليكم اعزائي المتابعين والمشاهدين في كل مكان. واول واحد معانا في القايمه بتاعتنا هو احمد سروداجي. هو اندونيسي الجنسيه، وهو قام بقتل 42 سيده وبنت. وهو ما كانش بيقتل رجاله خالص، وكان بيقوم بقتلهم عن طريق الخنق. واعترف في التحقيقات انه كان بيقوم بخنق الضحيه عشان يشرب اللعاب اللي بينزل من بقهم، وبعد كده بيقوم بدفنهم في ارض مزروعه فيها قصب السكر، وتكون راس الضحية متوجهة ناحية بيته. وكان أحمد السفاح من أخطر السفاحين في العالم العربي، مش بس عشان العدد اللي قام بقتله، ولكن لأنه مشعوذ. وكان بيعمل كده لأنه بيعتقد إن الموضوع ده بيمده بالقوة. واتقبض عليه في سنة 2008، وتم الحكم عليه بالإعدام، وتم تنفيذ الحكم في نهاية سنة 2008. وتاني سفاحة معانا ماهين قدري. هو الاسم ده مش اسم راجل، لا ده اسم ست. ايوه اسم ست، وكانت من اخطر السفاحين في الوطن العربي، وكانت من ايران، من مدينه قزوين. والست ديت اتنزع من قلبها الرحمه، لانها كانت بتستدرج الستات بره المسجد بعد الصلاه وتقنعهم انهم يروحوا معاها بيتها، وبعد كده تقوم بقتلهم. وكانت بتعمل كده عشان تسرقهم وتاخد منهم الفلوس والذهب اللي معاهم. وخدت فكرة القتل ديت من رواية أغاثا كريستي، وتم القبض عليها بعد ما نفذت 6 عمليات قتل لستات مسنات من سنة 2005 لحد سنة 2009. وفي التحقيقات اعترفت بكل اللي عملته، وتم إعدامها في نفس السنة. وتالت سفاح معانا اسمه علي كايا. علي كايا كان تركي الجنسية، وهو سفاح كان ليه وش طفولي اللي يخليك ما تظنش فيه أي ظن سوء أبدا. بداية الموضوع وهو في سن 18 سنة من عمره، لما قام بقتل عمته، وتم الإفراج عنه في سنة 2012. ولما تم ادعائه إنه مختل عقليا ولا يجوز إعدامه، وكانت النتيجة إنه قام بقتل 3 أشخاص تاني بعد ما تم الإفراج عنه، مع جرح وإصابة 2 كمان، وهم اللي قاموا بالشهادة ضده في محاكمته. بعد كده قام بقتل شخص جوه بيت أهله، وده اللي صدر قرار باعتقاله قبل مرور سنة على الإفراج عنه. ولكن ما وقفش الموضوع على كده بس، لا، ولكن قدر صاحب الوش الملائكي ده انه يهرب في وقت ساعات الزيارة، وبعد كتير من المطاردات تم القبض عليه، وكان معاه سلاح للقتل مع قائمة فيها اسماء 10 اشخاص. وباستجواب السفاح اتبين ان الاسماء ديت كانت ضمن خطته اللي جاية، وكان بينوي قتلهم هم كمان من غير ما يكون فيه دافع للقتل، مش عارف ليه. ورابع سفاح معانا هو السفاح عوضة. اسمه السفاح عوضة. سعودي الجنسية، كان بيجيب الخادمات الاسيوات من بلدهم عشان يقتلهم، وفعلا قتل 3 ستات من غير ما يكون في سبب واضح للموضوع. وكانت الضحية الأولى بتمشي في شوارع ينبع
مدينة ينبع، فأقنعها إنها تروح معاه لبيته، وفي البيت راح اعتدى عليها وبعد كده قتلها. والضحية التانية ما بتختلفش عن الضحية الأولى في حاجة، لأنها شافت نفس المصير وهو القتل. لكن الضحية التالتة كانت أقوى وقدرت تتمكن من إنها تقاوم، وما قدرش إن هو يعتدي عليها لكنه قتلها، خوف من إنه يفتضح أمره. وفي النهاية ما اختلفش مصيره عن باقي السفاحين، وفي النهاية تم إعدامه سنة 2012 بعد ما اتفضح أمره عن طريق غير معروف، ومحدش يعرف عدد ضحاياه وصل لحد كام. أما خامس سفاح معانا هو محمد آدم عمر، هو سوداني الجنسية وكان بيشتغل في المشرحة، وكل التقارير بتقول إن كل ضحاياه كانوا من طالبات كلية الطب البنات الجميلة، لأنه كان بيقدر يخدعهم إنه هيقدر يقدم لهم المساعدة في مجال الدراسة، وبعد كده بيقوم بقتل الواحدة منهم ويقطع أطرافها ويحطها في مواد حمضية زي البطاس كده، ويحتفظ بعظمهم للذكرى. عشان كده فهو من أخطر السفاحين في العالم العربي. ولما سألوه عن سبب اللي بيعمله كان بيقول إنه مش بيقدر يقاوم جمالهم، فبيقوم بقتلهم، وبيقول إنه بيعمل كده عشان الجمال بتاع البنات يروح للجنة. وفي نهاية التحقيقات أثبتت إنه بيعاني من خلل عقلي، واعترف إنه قام بقتل 51 بنت. وظهرت بعد كده واحدة منهم وأثبتت التحريات إنها حية ترزق، وتعدل التقرير برقم 50 بنت. وتقرير تاني قالت التحريات إن ضحاياه ما كانوش غير 16 ضحية، وتقرير تاني بيقول إنهم 27، ومحدش يعرف العدد الحقيقي لحد دلوقتي. وسادس سفاح معانا هو محمد بيجيه، أردني الجنسية، ومدة إجرامه كانت 3 شهور بس. هي ديت الفترة اللي احتاجها واحد من أخطر السفاحين العرب عشان يقوم بقتل 16 صبي بعد الاعتداء عليهم بعد اغتصابهم، وده كان في سنة 2004. وكلام تاني بيقولوا إنهم كانوا 26 ضحية. وكان بيقوم محمد بيجيه باستدراج الأطفال للصحراء وكأنها رحلة صيد عادية، وبعد كده بيقوم بالاعتداء عليهم ودفنهم بشكل سطحي في الصحراء، لحد في يوم ما قدر واحد من الأطفال دول من الهروب، وده كان السبب في انكشاف أمر السفاح، وتم الحكم عليه بالجلد 100 جلدة عشان الاغتصاب، وكمان صدر 16 حكم بالإعدام عليه. وبعد سنة كان السفاح جنب اللي قام بقتلهم من الأطفال الأبرياء. ونيجي بقى لسابع سفاح وهو بلال موسى ومراته. وقام الشخصين دول بقتل عدد 12 ضحية في دولة الأردن، وكان ده ما بين سنة 1994 لحد سنة 1998. وكان بيقوم كل واحد منهم بانتحال شخصية صحفي عشان يقدروا يدخلوا لبيت الضحية ويبدأوا في سرقتها وقتلها. وبعد اكتشاف أمرهم قاموا بالهروب لليبيا اللي تم القبض عليهم هناك، وقامت ليبيا بتسليمهم للأردن من تاني عشان يرجع بلال، وتم الحكم عليه ب7 أحكام إعدام بسبب عدد ضحايا، و12 حكم بالسجن بسبب السرقة. وتم الحكم على مراته سوزان بالإعدام اللي اتخفف عشان يكون أشغال شقة مؤبدة لأنها اتهمت في قضية قتل واحدة بس. واتذكر بعد كده إنها توفت جوه السجن نتيجة سكتة قلبية. وفي سنة 2005 ظهر راجل قام بالاعتراف إن قام بقتل أحد ضحايا بلال ومراته، وده أثار جدل جامد. وهنا السؤال، هو كان اعتراف بلال ومراته تحت التهديد؟ محدش يعرف. واللي نقدر نقوله ربنا يرحم أموات وقاتلة أخطر السفاحين في العالم العربي، لأن قتل النفس ملوش أي مبرر على الإطلاق، وعقوبته الخلود في جهنم وبئس المصير. وبيقول ربنا عز وجل في سورة النساء الآية رقم 92: بسم الله الرحمن الرحيم: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهلها إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. صدق الله العظيم. وديت كانت قصتنا عن أخطر 7 سفاحين في العالم العربي. يا رب الحلقة تكون عجبتكم وأكون قدرت أقدمها بكل تفاصيلها. ولو حد من حضراتكم عنده أي تعليق على الحلقة يبعت لي في التعليقات، ويا ريت ما تنسونيش في اللايك الجميل بتاعكم والاشتراك في القناة لو مش مشترك عندي. وليكم مني
جزيل الشكر والاحترام، المحارب البرنس. شكرا لك.